لو بتفكر تفتح قناة يوتيوب ومش معبر الموبايل بتاعك، في الفيديو ده انا هعرفك ازاي تطلع بأعلى كواليتي ممكنة من الموبايل، وازاي تقدر تعمل فيديوهات كويسة جدا كل ده بالموبايل بتاعك. فتابع الفيديو للنهاية. السلام عليكم، ايه الاخبار؟ ان شاء الله تكونوا بخير. الحقيقه ده اول فيديو ليا على اليوتيوب يكون متسجل بكاميرا بروفيشنال. كل الفيديوهات اللي فاتت سواء القناه دي او القناه القديمه كانت متصوره بالموبايل، والنهارده انا جاي اقول لك ازاي تطلع باعلى جوده ممكنه بالموبايل بتاعك. ولا عايزك تعرفه ان التصوير بالموبايل اسهل بكتير بالتصوير بكاميرا احترافيه، لان انت مش بتحتاج تعمل تعديل الوان كتير، لان اغلب الموبايلات وخصوصا سامسونج بتعمل تعديل تلقائي للفيديوهات والصور، وبالتالي انت مش بتحتاج تعمل تعديلات كتير في المونتاج. هنيجي لاول حاجه خالص، وهو ازاي تظبط الموبايل بتاعك نفسه. مبدئيا عشان تطلع باعلى جوده ممكنه من الكاميرا بتاعه الموبايل بتاعك لازم تنزل التطبيق ده. التطبيق ده اسمه اوبن كاميرا، هتلاقيه موجود على جوجل بلاي عادي وعلى الاب ستور. تطبيق مجاني بالكامل، بس التطبيق ده بيسمح لك ان انت تستخدم مايك خارجي وبيجيب لك اقصى جوده ممكنه للكاميرا بتاع الموبايل بتاعك. فالتطبيق ده هو ده اللي انت هتصور بيه ان شاء الله. طيب نيجي بقى لتاني حاجه، وهي تظبيط المكان نفسه. لو انت عايز تطلع باعلى جوده ممكنه في الفيديو، حاول تخلي الخلفيه بتاعتك ساده وما فيهاش شغل كتير، او فيها عنصر او اتنين بس، وما تكترش، علشان الموبايل مش هيعمل لك عزل للخلفيه. حتى لو في خاصيه العزل الخلفيه زي موبايلات السامسونج S23 الترا اللي ان شاء الله هنعمل له فيديو مراجعه كامل باذن الله على القناه قريب، وزي اغلب الشركات حاليا فيها عزل الخلفيه في تصوير الفيديو. ولكن انا بصراحه بعد ما جربت موضوع العزل في الموبايل حسيت ان هو فيك شويه، وان هو ما ينفعش يستخدم في ان انت تعمل بيه فيديوهات على اليوتيوب، لانه بنسبه كبيره بيضيع الحواف بتاعه الشعر، وبتحس ان في حركه في راسك وانت بتصور. فالعزل في الموبايلات مش واقعي. فالافضل ليك هو لو انت اوضتك كبيره، يستحسن ان انت تبقى قاعد قدام شويه وسايب مسافه بينك وبين الخلفيه، وتظبط الاضاءه انها تبقى عليك انت، فبالتالي هيبان ان في عزل في الخلفيه. حتى لو حطيت فيها اضاءه بسيطه ورا هيبان ان فيها عزل في الخلفيه، بس ده لو اوضتك كبيره. طب لو اوضتك صغيره زي حالاتي، فكل اللي انت تقدر تعمله هو ان انت تخلي الخلفيه ساده على قد ما تقدر، عشان ما يبقاش فيها حاجه ورا محتاجه يتعمل لها عزل. فده بالنسبه للموبايل نفسه، والاقصى حاجه ممكن تاخدها في موضوع العزل والكلام ده. طبعا انت ممكن تصور على كروما. القناه القديمه بتاعتي انا كنت بصورها على كروما. كروما دي ليها الستاره الخضراء، ومش شرط تجيب ستاره خضراء من بتاعه السينما. روح لاي حد بتاع قماش وقول له انا عاوز ستاره لونها اخضر، وحطها وراك في الخلفيه، بس اللي هتحتاج تنورها كويس. ده عيب الكروما، ان انت تحتاج تنورها كويس. ولو انت بتتحرك كتير قدامها وايديك بتخرج بتبان حواليك كده، او بتعمل اي حركه سريعه قدام الستاره الخضراء، فللاسف هيبان حوالين ايدك هالات خضراء كده، لان الستاره الخضراء بتحتاج اضاءه عاليه جدا، وبتحتاج ان انت تكون عامل اضاءه كافيه للستاره كلها، علشان ما يبقاش في اي جزء في الستاره مضلم، فما تقدرش تعزله في المونتاج. ودلوقتي انت عشان تعمل عزل للخلفيه، انت عندك الادوبي بريمير بيعمل عزل كويس. طب والموبايل فيه برضه برامج بتعمل عزل كويس، زي تطبيق كاب كات بيعمل عزل كويس للخلفيه. وفي ناس كتير بتستخدم تطبيق كاب كات ان هي تعزل الخلفيه، حتى لو الخلفيه مش ساده، بس لو الخلفيه بتبقى ساده بيبقى العزل فيها افضل. بعد كده لو انت بتصور على حيطه بيضاء، ما تبقاش لابس نفس اللون، يعني ما تبقاش لابس تيشيرت نفس اللون، لازم يكون اللون مختلف. انا في حالتي دي ممكن البس تيشيرت ابيض عادي، لان في كورس ورايا اسود، وفي هنا جزء اسود اللي هو بتاع الشاشه، فعادي ممكن البس لون تاني. فلو انت هتصور على خلفيه بيضاء او خلفيه سوداء، ما تلبسش نفس اللون، عشان ما يبقاش كأن في الدنيا سوداء او الدنيا بيضاء وطالع لها راس، فهيبقى شكلك مضحك في الفيديو. ده بالنسبه لتظبيطات المكان. عشان تطلع باعلى كواليتي ممكنه من الفيديو، ما تحاولش تلبس ترنج او ما تلبسش حاجات فيها شغل كتير. حاول تلبس تيشيرت ساده مثلا. التيشيرت ساده بيبقى لايق على الفيديو اكتر، وبيخلي المشاهد مركز معاك، انت مش مركز مع التيشيرت اللي انت لابسه. فحاول تخلي اللبس بتاعك سيمبل على قد ما تقدر، عشان بيخلي شكل الفيديو كويس. طيب ده بالنسبه لتظبيطات الاستوديو وتظبيطات الموبايل نفسه. نيجي بقى على الحاجه اللي بعد كده، وهي الاضاءه. لو هنتكلم على الاضاءه، فانت عندك حاجتين ممكن نطلع منهم اضاءه، الحاجتين دول بفلوس، وعندك حاجه ثالثه ونطلع بيها اضاءه كويسه، والحاجه دي مجانيه الحمد لله. الحاجتين الاولانيين، وهو اول حاجه طبعا الناس كلها بتعتمد عليها والقنوات الكبيره كلها شغاله بيها، وهو السوفت بوكس. والسوفت بوكس انت مش شرط تشتريه، انت تقدر تعمله. لو رحت لاي نجار وقلت له يعمل لك 2 سوفت بوكس بالمنظر اللي هتشوفه دلوقتي على الشاشه، تقدر تعمله عادي، وهو يعرف يعمله لك. كل اللي انت هتبقى محتاجه ان اللمبه اللي موجوده جوه السوفت بوكس تقدر تتحكم في درجه الاضاءه بتاعتها، تعليها وتوطيها، وبالتالي انت هتحصل على اعلى جوده ممكنه من السوفت بوكس اللي انت عامله على ايديك في البيت. عاوز تعلي الاضاءه عليها، عاوز توطي الاضاءه وطيها، دي براحتك. انا هوريك دلوقتي انا بستخدم ايه بالظبط. دلوقتي انا بستخدم 2 سوفت بوكس، بس ده طبعا لان انا ما عرفتش اعملهم هنا، لكن انا في مصر كنت عاملهم على ايدي. فادي واحد سوفت بوكس بتحطه على درجه 45 شمال، وسوفت بوكس تاني بتحطه على درجه 45 يمين، والموبايل بتاعك بيكون في النص ما بينهم. تاني نوع اضاءه وهو الرينج لايت. طبعا كلنا عارفين الرينج لايت. الحقيقه الرينج لايت فيها انواع كتير منه، وفي مقاسات كتير، فانت اختار حجم الرينج لايت المناسب ليك، وقوه الاضاءه المناسبه ليك على حسب نوع المحتوى اللي انت بتقدمه، وشده الاضاءه اللي انت عايزها في الاستوديو. والرينج لايت برضه تقدر تعمله بنفسك في البيت، مش محتاج تشتريه. الحاجات دي كلها يا جماعه بتتعمل في البيت عادي. ده الرينج لايت بتاعي، انا بستخدمه ان هو ينور الحيطه. يعني انا بستخدم الرينج لايت ان هو ينور الحيطه، انا مش محتاج اضاءه الرينج لايت في حاجه. انا ممكن احطه قدامي في
النص مثلا وينور عليا، بس انا مستخدمه في ان هو ينور الجزء ده باللون الازرق. نتكلم بقى عن نوع الاضاءه الثالث واللي انت مش بتحتاج تشتري فيه اي حاجه، وهو اضاءه الشمس. من مميزات مصر عندنا ان درجه الحراره ما شاء الله حتى في الشتاء بنبقى شايفين الشمس عادي، فانت تقدر تستخدم ضوء الشمس وتفتح الشباك بتاع اوضتك وتصور عادي. بس حاول ما تخليش الشمس ضاربه في وشك عشان وشك ما يبقاش لامع زياده عن اللزوم في الكادر. حاول تخلي في زاويه بينك وبين الشمس تبقى بزاويه 45 برده زيها زي السوفت بوكس. ما تخليش الشمس في ظهرك وما تخليش الشمس في وشك، خليها في جنب بزاويه 45 هتديك جوده كويسه جدا. ده بالنسبه لجزئيه الاضاءه. يجي بقى بعد كده لجزئيه الصوت. الحقيقه في طرق كتير جدا ان انت تطلع صوت كويس بالموبايل بتاعك. انا هقول لك النهارده على ارخصهم. ارخص حل عندك لو انت عايز تصور بالموبايل ومش عايز تشغل دماغك بقى بعد كده بان انت تربط الصوت بالصوره وتسجل في مكان تاني وتربط الصوت منه في الموبايل بعد كده في المونتاج بادوبي بريمير والحاجات دي، فانت ما عندكش غير حل واحد، وهو ان انت تستخدم مايك يكون متوصل بالموبايل. المايك ده لازم يكون متوصل بالموبايل وتاخد الصوت من جوه الموبايل نفسه. بمجرد ما تدي كونكت بين المايك والموبايل هو خلاص كده اشتغل. في عندك انواع كتير من المايكات. هنتكلم عن اول واحد هو البويا M1، وده مايك غني عن التعريف واغلب صناع المحتوى بيستخدموه وفي ناس كتير بيستخدمه حتى الان. والمايك ده ميزته ان هو بيشتغل على الموبايل وبيشتغل على الكاميرا برده وبيطلع لك جوده صوت محترمه جدا بالنسبه لسعره. ده بالنسبه للمايك البويا M1. نيجي بعد كده لتاني نوع من المايكات وهو المايك الشوت جن. المايك ده انا كنت بستخدمه في القناه القديمه، والمايك ده شوت جن وبيشتغل ببطاريه. المايك ده من شركه تاك ستار، وهو مايك شوت جن بيتعلق سواء فوقك هنا، في ناس بتستخدمه ان هي بتعلقه فوق، في ناس تانية بتظهره معاها في الكادر ان هو يبقى باين كده. طبعا انتوا بتشوفوا فيديوهات كتير جدا هتلاقي ناس ظاهره معاها المايكات في الكادر. والحاجه الثالثه ان هو بيتعلق معاك في الفلوجز فوق الكاميرا بتاعتك. لو انت بتستخدم كاميرا وبتخرج بيها وكده هو بيتعلق فوق الكاميرا. ده بالنسبه للمايك الشوت جن. بس خلي بالك سواء المايك اللي انت هتجيبه سلك او مايك شوت جن زي ده، فلازم تبقى مخلي بالك لو انت هتصور بالموبايل بتلاقي المايكات زي ما انت شايف كده بتلاقيها عباره عن جزئين بس مش زي الموبايل. طرف الهاند فري اللي انت بتستخدمه للتليفون هتلاحظ ان هي مختلفه عن طرف المايك ده، وبالتالي انت بتبقى محتاج زي وصله كده او تحويله. دي الوصله اللي انا كنت جايبها من امازون في مصر، انا ملزقها عشان ما تبصش لان هي خامتها كانت ضعيفه شويه. بس لو لاحظت هتلاقي هنا علامه مايك وعلامه ميكروفون كل واحده مفصوله عن الثانيه، دي عشان تستخدمها في الموبايل. لو تلاحظ هنا الفرق بين الطرفين دول، الطرف ده بتاع الموبايل والطرف ده بتاع المايك، فلازم تخلي ده هو ده بالوصله دي. فلو انت هتشتري مايك بيشتغل على الكاميرات البروفيشنال والطرف بتاعه زي ده زي اللي في المايك ده، انت محتاج تجيب وصله زي دي كده من اللي بتفصل الصوت عن المايك نفسه. ده بالنسبه للمايك السلك والمايك الشوت جن. المايك الثالث هو المايك البلوتوث، وده اللي بتقدر تستخدمه من بعيد شويه لو انت بتتحرك كتير في المكان. وارخص مايك بلوتوث ممكن تعتمد عليه هو المايك الكي 9 او الكي 8، الاثنين موجودين في مصر. والمايك ده ميزته ان انت بتوصل جزء في الموبايل وبتوصل الجزء الثاني في هدومك هنا بتعلقها هنا وخلاص كده انت كده اتوصلت بالموبايل. فده بالنسبه للصوت. ارخص مايك سلك هو البويا M1، وارخص مايك بلوتوث هو الكي 9 او الكي 8. طيب عشان تطلع باعلى جوده ممكنه من الموبايل لازم تثبته، وطالما هتصور بالكاميرا الخلفيه للموبايل عشان تطلع باعلى جوده ممكنه فانت محتاج ستاند. الحقيقه انت عندك انواع كتير من الاستندات، واي ستاند فيهم هيقضي الغرض طالما هو ماسك لك الموبايل مش هيتحرك، ايا كان حجم الستاند، ايا كان سعر الستاند، ايا كان شكل الستاند. المهم في الاخر ان هو يثبت لي الموبايل في الوضعيه دي وخلاص كده. فحتى لو الستاند صغير زي ده او ستاند من اللي بيتفرد زي ده مثلا، فالاثنين في الاخر هيثبتوا لك الموبايل. الفكره كلها في ان انت هتبقى محتاج لو ستاند صغير هتبقى محتاج تثبت الموبايل على حاجه في ارتفاعك ان هي تبقى الموبايل في وشك. لو ستاند طويل من اللي بيتفرد فخلاص انت هتفرد الستاند وهتثبته قدامك وخلاص. لكن انت محتاج ستاند. فلو انت دلوقتي هتحسب تكلفه ان انت هتعمل قناه يوتيوب بجوده كويسه بالموبايل، فكل اللي انت هتحتاجه ان انت هتشتري ستاند وهتشتري مايك، الاثنين دول. غير كده خلاص انت معاك الموبايل بتاعك وهيطلع لك جوده كويسه ان شاء الله. اغلب الناس المعروفين على السوشيال ميديا كانوا بادئين من الموبايل. انا حاليا ده اول فيديو اصوره بكاميرا احترافيه. بعد كده المونتاج ان شاء الله هنتكلم في الفيديو الجاي عن تطبيق من تطبيقات المونتاج للموبايل انا شخصيا بستخدمه، وهو تطبيق سهل جدا يمكن عشان كده انا بحبه. كده يكون الفيديو بتاعنا خلص. ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه وتفعل زر الجرس، ولو عندك اي سؤال اكتبه لي في كومنت وانا هجاوب عليه في الفيديوهات الجايه. سلام عليكم.